السلام عليكم. أنا حاولت إن أنا أجمّع أهم الأسئلة اللي جات يوم 12 يونيو تخصُّص دراسات. دي الأسئلة بالضبط اللي جات، ما حاولتش إن أنا أزوّد أسئلة ما جاتش علشان اللي عندهم امتحان بُكرة ما يحتاسوش وكده، وما حاولتش إن أنا أطوّل الفيديو. لأ، هو الأسئلة اللي أنا حاولت أجمّعها جات امبارح، حاولت أجمّعها. وفي يوم 11 يونيو برضه في الفيديو اللي قبل ده. وطبعًا في ناس بتقعد تقول أنا فاكر إن في جزء من يعني بيقولوا جزء من السؤال ومش بيقولوا باقي السؤال، فطبعًا أنا ما كتبتوش لإن هنقعد نحتاس ليه في سؤال أصلًا ما إحناش عارفين تكملته إيه، فهتقعدوا تدوّروا، هتقعدوا تلفوا حواليه وفي الآخر مش هيبقى هو بالضبط. دي الأسئلة بالضبط المباشرة اللي قالوا إن هي جات بالضبط. يالّا بينا نبدأ. أول سؤال بيقول مين اللي عدّى التقويم الشمسي، ودي الإجابة اللي كتبها قال إن هو دقلاديانوس. قاضي مصر، هنا السؤال واحد كتبها والي مصر، وواحد تاني كان قال إن هو قاضي مصر، فهو في الغالب كان السؤال مكتوب قاضي مصر. تولى حكم مصر 10 سنين في الإسلام ليث بن سعد. أكبر قارة في احتياطي الفحم آسيا. تاني أكبر بحيرة طبيعية في العالم فيكتوريا. أكبر بحيرة طبيعية للمياه العذبة سوبر يورو. انضمت مصر للكوميسا سنة كام؟ 1998. عدد الدول 21. ترأست مصر الكوميسا كم مرة؟ مرتين، مرة 2001 ومرة 2021. معركة الذاب سنة 2002. طبعا أي سؤال مثلا بحثت عن إجابته ومكانش دقيق ياريت نكتب في الكومنتات عشان نعرف زمايلنا، عشان حرام إن احنا نعرفهم إجابة غلط. لازم أنا بحثت يعني إجابات، بحثت عنها على جوجل وجبتها لكم. بس ممكن تبقى في حاجة غلط، يعني اللي مثلًا لقط حاجة غلط يقول في الكومنتات لزمايله. تولى يوليوس قيصر الحكم سنة كام؟ 89 قبل الميلاد. قام يوليوس قيصر بتغيير التقويم الشمسي سنة كام؟ 45 قبل الميلاد. أكبر تجمع اقتصادي في أفريقيا دول الساحل والصحراء، وعدد الدول 29 دولة. نهر يوجد بين دولتين ويشتركان في اسمه نهر النيجر. الحملة الفرنسية أهملت الزراعة. السؤال ده كان جاي صح ولا غلط؟ والإجابة صح. المتحف الروماني يوجد فين؟ في اسكندرية. شاعر فرنسي صاحب كتاب الأمثال جان دو لافونتين. السؤال ده صعب، هو جالهم يعني ربنا يكون في عونهم، حلوه ازاي. تولى القضاء في مصر من 155 ل 165 عبد الله بن هليعة. مبدأ كان عام 1823 أقرته الولايات المتحدة بعدم التدخل في شؤون البلاد الأخرى، مبدأ مونرو. تولى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الحربية مع الاحتفاظ بمنصب القائد العام للقوات المسلحة 1952 محمد نجيب. نهر هيدسون في خليج نيلسون طبعا، بس هو ما قالهمش، هو ما كانش عايز خليج هيلسون، هو قال لهم في ولاية ايه، فهي في نيويورك. أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية المشتري، ده سؤال مباشر. وأقرب كواكب للأرض عطارد والزهرة. صقلية تبع دولة ايه؟ تبع إيطاليا. ندت بحادثة دنشواي، ده سؤال برضو مباشر، مصطفى كامل. دي الأسئلة اللي قدرت إن أنا أجمعها اللي جت بالفعل في الامتحان. وربنا يوفق الناس اللي عندها امتحان بكرة. وما تشغلوش نفسكم بمثلا الناس اللي بتقعد تكتب نص السؤال وبقيتوا لا تقعدوا تبحثوا انتوا بقى عن السؤال بمشتقاته وما احناش لاقيين اجابه ليه. فما تضيعوش وقت في السؤال اللي مش كامل، اللي هو مش واضح، ما تضيعوش وقت فيه.